يرفع الميت هكذا برفق قليلا، ثم على بطنه هكذا يفعل. غالبا إذا كان يوجد شيء في أمعائه فإنه ماذا سيخرج بإذن الله. ثم يضعه مرة ثانية برفق، ثم يأخذ قطعة قماش هو سيدخل يده ثم يفتح، يحاول فتح يديه قليلا، ثم الماء سيكون من هنا، ينزل على قبوله. هو يستعمل بقطعة القماش القبل والدبر. طبعا إذا خرج شيء طبعا يحاول يبعدونه عن الميت إن كانت هناك نجاسة. ثم يبدأ بعد ذلك كما انتهى من غسله، يبدأ بغسل توضيئه. فيبدأ بهذا باليد الأولى اليمنى، ثم بعد ذلك اليسرى، ثم بعد ذلك هنا. واضح؟ نعم. ثم بعد ما ينتهي يغسل رأسه ثم يبدأ بأطراف أصابعه، البداية تكون بأطراف الأصابع، ثم يذهب حتى يصل إلى المرفقين ويدير الماء على المرفقين، ثم بعد ذلك الطريق الثاني نفس الشيء إلى أن يصل الماء إلى المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم الرجل الأولى يبدأ من أطراف الأصابع حتى يدير الماء على الكعبين. هذا انتهينا من الوضوء. الآن غسل الرأس 3 مرات. طبعا يضع يده على أنفه وعلى فمه، ثم يحاول أن يغسل الرأس كله. هذه المرة الأولى. المرة الثانية، المرة الثالثة. ثم بعد ذلك يبدأ بغسل شقه الأيمن. يدخل الماء، ثم بعد ذلك يكمل الرجل، ثم الفخذ لا يغلق، يأخذه الفخذ وهذه هذا بصب الماء عليها، يصب الماء عليها. إذا كانت الزوجة تفعل تمر يدها، ثم بعد ذلك يبدأ الغسل على الشق الأيمن هكذا، ثم يدخل الماء، ثم بعد ذلك يدخل الماء هكذا، ثم يكمل. يكون هذا انتهى الشق الأيمن. ثم يبدأ بعد ذلك الشق الأيسر بنفس الطريقة، يغسل، يتابع من البداية من المنكب إلى، ثم يغسل كذا، ثم يوضع الماء، ثم نفس الطريقة يوضع الماء، ثم يغسل ماذا؟ رجله اليسرى، ثم يقلبه برفق، ثم يقلب برفق. طبعا هكذا من أجله، ويحاول قدر الاستطاعة. ثم وهذه تكون الغسلة الأولى بهذه الطريقة انتهت. ثم يعيد الثانية، ثم الثالثة بالماء والكافور. فإن خرج منه شيء مثل ما ذكرنا يعيد الرابعة والخامسة، فإن خرج منه شيء يعيد السادسة والسابعة، والأخيرة تكون دائما بالكافور. لكن في السابعة إذا خرج شيء بعد الخامسة مثل ما ذكرنا يشد كل المنافذ التي استمر الخروج منها، ثم يحله السابعة، وتكون هي الماء يعني في البرد يكون دافئا. يراعى كأنه حي. نعم. كأنه ماذا؟ كأنه حي. لأن الإنسان هذا حي، مثل ما تفعل لنفسك تفعل له. فإذا كان مثل ما قال الدكتور، إذا كان البرد قارسا فيدفى الماء من أجل ماذا؟ من أجل بس لأي شيء هذا المي الموضوع هنا؟ هذا للماء، تسهيل الماء.
نستطيع الاستنجاء وتحميله، لأنه غالبا أنه يخرج كل ما تبقى من النجاسات. ثم إذا انتهينا من التغسيل طبعا تؤخذ الجثة وننتقل إلى المكان الثاني. الأخذ طبعا هذا المنقل، هذا المنقل طبعا هذا أحسن شيء. هذا المنقل يركب ثم يؤتى به إلى يركب هكذا من هنا ومن تحت ثم هذا يرفع عليه الميت. زي النقالة. زي النقالة تماما. هكذا وبرفق طبعا أقفله وبرفق يدخل هنا من تحت ثم يوضع الميت عليه ثم يؤخذ إلى. وإذا كان استطعنا أن يكون الغسل والتكوين في مكان واحد فتؤخذ الجثة ثم في مكان واحد. نعم إذا كان في مكان واحد. إذا هنا ليس في مكان واحد فتؤخذ في بعض الأحيان يؤتى إلى هنا السرير إلى هنا. السرير إلى هنا من أجل ماذا؟ لكن فينزل مباشرة يستطيع أن. وهذا الأفضل لأن هذا يجعله متماسك. الجثة تكون متماسكة، نقلها يكون متيسر وسهل. إذا ما استعملنا هذا فلا نهنا بأن تؤخذ الجثة يأخذها مثال أحد من الأمام وأحد من الوراء وأحد من الوسط ثم تنقل برفق على المكان من أجل تنقل التكسير. طبعا استخدام القطن فقط في حالة خروج. إذا ما يخرج ما في لكن بعضهم يضع